السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم بصينية كيكة هتعجبكم جدا. بصوا، حاجة كده سهلة وسريعة ومقاديرها معروفة وبسيطة، مش هتتعبك ابدا. بصي، مكوناتها كلها عندك في البيت. بس بصي بقى لونها الفاتح من جوه عامل ازاي، ولونها كده تحفة تحفة تحفة. هقولك سر اللون. لما تبقى الكيكة كده فاتحة معاكي وبيضة زي بياض التلج كده من جوه، تمام، وصفارها كده حلو قوي معاكي، والعلو الحلو قوي ده. هنعمل ايه النهارده؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. بس لأول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. حطيت هنا في بولة، تمام، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. تمام، أهم حاجة المكونات بتاعتك كلها ما تبقاش ساقعة أو خارجة من التلاجة. تمام، 3 بيضات. وحطيت هنا كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت، عليها معلقة كبيرة من السمنة، سمنة أو زبدة. تمام، الاتنين هيبقوا حلوين، بس لو زبدة بتبقى أحلى في الكيكة. تمام، حط كوباية كاملة من اللبن الحليب. الكوباية اللي هستخدمها هكمل بيها لحد آخر الوصفة. حطيت ذرة من الملح ومعلقة من الخل. لحد كده تمام وزي الفل. هقلب المكونات بتاعتي دي كويس جدا لحد ما كل مكون ملاقيهوش كده ويختفي. تمام، وبالذات كمان السكر. بصوا بقى، كل ما بقلب كده كل ما المكونات بتاعتي بتختفي، والمزيج ده بيتكون كده مع بعضه. تمام، ويمتزج كده مع بعضه. خلاص، يعني اهم حاجة برضو الخطوة دي ان انت تتقنيها كويس. خلاص، عشان كل حاجة تكون في كويسة يعني، واندمجت مع بعضها، وبالذات السكر. تمام، عشان السكر بيخليها تطلع خشنة لو ما اتضربش كويس. حطيت هنا بقى، واهم حاجة من موضوع النخل ده يا جماعة، تنخلي كل حاجة بتنزليها. تمام، سواء هتعملي كيك شوكولاتة او كيك فانيليا. حطيت هنا 3 معالق من النشا. ده بيدي الكيكة بقى، هو ده اللي بيدي اللون الابيض زي التلج كده، بيخلي لون الكيكة من جوه ابيض. خلاص، هجيب هنا بقى الدقيق. هجيب كوباية كوباية كده، وهنخل كوباية كوباية بالراحة وعلى مهلي. تمام، اهم حاجة موضوع النخل. تمام، انت كده بتدخلي الهواء في الكيك، وبتساعد الكيك بتاعك ان هو يعلى معاكي. ده سر برضو ان الكيكة بتاعتك بتبقى عالية وهايشة كده زي ما بتشوفوا. ومش القصد كمان ان هي تبقى عالية. علو الكيك او السمك بتاعها ده بيرجع للصينية اللي بتعمليها فيها والتسوية الصحيحة. خلاص، لكن النخل الدقيق بيخلي الكيكة معاكي هايشة. تمام، بيخليها هايشة معاكي كده ومرتفعة. خلاص، هنا كده هنخل كوبايتين من الدقيق. خلاص، يبقى احنا حطينا كوباية من اللبن، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، عليها معلقة كبيرة من السمنة. تمام، كيس فانيليا، 3 بيضات. خلاص، قلبنا المكونات كلها مع بعضها، وبنزل بالدقيق بالتدريج. خلاص، بنزل برضو بالدقيق بالتدريج، وبشوف وبقلب بالمضرب. تمام، وبشوف السمك بتاعي لو خلاص كده، عشان برضو على حسب نوع الدقيق اللي بيشرب سوائل. تمام، يعني في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لأ. خلاص، يعني بيمتص السوائل بسرعة. تمام، فالعجينة بتاعتك تلاقيها بتتقل بسرعة، فخلاص بتوقفي كده نزول في الدقيق. كل الحاجات دي مهمة ولازم تعرفيها في عمل الكيك عشان يطلع معاكي مظبوط. خلاص كده بنزل هنا الدقيق بالتدريج. لاقي الخليط بتاعي لسه برضو محتاج دقيق. اهم حاجة برضو الخليط بتاعك ما يبقاش سايل قوي. تمام، عشان ده برضو سبب من اسباب هبوط الكيك. لو الكيك بتاعك سايل قوي بيعلى مرة واحدة وبتلاقيه يهبط مرة واحدة في النص. خلاص، دي معلومة في فيديو النهاردة. بعد ما خلصت خالص بحط بقى كيس بيكنج باودر، وعليه شوية صغيرين، ربع معلقة كده من الخل. ده بقى اللي بيخلي الكيكة بتاعتك تهيش كده وتبقى تحفة من الجمال وعالية. خلاص، البيكنج باودر بيتفاعل مع ربع معلقة الخل اللي احنا حطيناها دي، بيديها بقى لو في اي حتى زفارة ما بيبقاش في زفارة في الكيك. خلاص، بنقلب كده من تحت لفوق بشويش كده. تمام، لحد ما الخليط بتاعي كله يختفي كده. خلاص، خلصنا بقى كل الكيكة كده خلاص. تمام، حضر بقى الصينيه المناسبه اللي انا عايزه اعمل فيها. واتفقنا برضو ان الصينيه بتاعتك على حسب حجم الصينيه هيطلع معاكي سمك الكيك. خلاص، اللي عايزه الصينيه بتاعتك الكيكه بتاعتك تطلع عاليه، تعملي في صينيه اصغر شويه. بدل ما بتعمليها في 24 مقاس 24 بتعمليها في مقاس 20.
هنزل الخليط بتاع الكيك بتاعي كده اهو، تمام، وانزل كل البركه اللي في الصينيه، تمام، مبسيبش ولا فتفوته. خلاص كده بخبط الصينيه تخبطتين كده على الرخامه عشان تطلع كل الهواء اللي فيها، عشان ميطلعش فيها فراغات في النص. بعد ربع ساعه كده واشم الريحه بتاعتها، بفتح الفرن بسيكه كده بالصينيه بس، بشوف انها استوت ولا لا. خلاص كده، زي ما شفتوا الكيك في اول الفيديو طلع زي القمر كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، كنت بقدمها لكم كده وهي سخنه. اتمنى وصفه النهارده تعجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. بصوا بقى النهارده حاجه كده تحفه من الجمال، وحبائي ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، تمام، وشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن من صحابكم وقرايبكم عشان الفايده تعم للجميع. بصوا بقى قسمه الكيك هنا تحفه من الجمال ازاي، وسمك الكيك حلو ازاي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.